RMFM تونسنا. الأحكام هي أولا لابد من ذكر التهم حتى نفهم الأحكام. تهم هي التهمة الرئيسية، هي تهمة القتل العمد الموجهة على بعض المتهمين، والتي على أساسها اعتبر لطفي نقد شهيدا وقتيلا. هذه التهمة قضي فيها بعدم سماع الدعوة، بما يؤكد ويفند الرواية الإعلامية التي يقع تسويقها الآن على أن لطفي نقد وقع رفسه وركله وسحله. هذه الرواية ظهرت رواية مغلوطة وكاذبة وقضي فيها بعدم سماع الدعوة. بالنسبة لحالة الهرج والمرج التي شابت المسيرة، باعتبار أن هناك إلقاء لمقذوفات ومنزوجات حارقة وتبادل عنف، هذه قضي فيها على المتهمين بأحكام تتراوح بين 4 أشهر وعامين من أجل المشاركة في معركة، ومن أجل التجمر، ومن أجل استعمال هذه الزجاجات الحارقة، علما وأن عقوبة السجن لمدة عام وعام ونصف على الأطراف الذين شاركوا بهذه بالزجاجات الحارقة وهم اعتبروا شهود إدانة بهذه القضية على أساس أنهم كانوا حاضرين لكي يفسدوا المسيرة ويعتدوا على المتظاهرين، قضي عليهم بعام ونصف، مما يؤكد وهم ينتمون إلى حزب سياسي كبير، مما يؤكد وأن هؤلاء تصرفوا بناء على صفتهم الحزبية بما يتنافى والمرسوم عدد 88 المنظم للأحزاب الذي يحجر على الأحزاب ممارسة العنف، مما يستدعي محاسبة هذا الحزب على هذه الممارسة اللا قانونية التي تترتب عنها الحل. RMFM تونسنا.